بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبي الهدى وإمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة إن شاء الله سبحانه وتعالى سأتكلم فيها عن فضائل صيام رمضان. فضائل صيام رمضان. الصوم له فضائل عديدة، لذا فعلى الصائم أن يعتني بصيامه. فعلى الصائم أن يعتني بصيامه. ومن هذه الفضائل أولا أن صوم رمضان سبب لمغفرة الذنوب. صوم رمضان سبب لمغفرة الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال كذلك: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثانيا كذلك من فضائل صيام رمضان أن ثواب الصوم بغير حساب. ثواب الصوم بغير حساب وليس له عدد معين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الله سبحانه وتعالى يتكفل بثواب الصائم. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كذلك من فضائل صيام رمضان أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. كذلك من فضائل صيام رمضان أن للصائم فرحتين. أن للصائم فرحتين. قال صلى الله عليه وسلم: وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. كذلك من فضائل صيام رمضان أن الصيام جنة. الصيام جنة ووقاية. قال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة. كذلك من فضائل صيام رمضان أن الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة. الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصائم: أي ربي، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. الحديث. كذلك من فضائل صيام رمضان أن في الجنة باب يسمى الريان. أن في الجنة باب يسمى الريان يدخل منه الصائمون. هذا الباب يدخل منه الصائمون. قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. من كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. هذا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصائمين، وأن يجعلنا من الذين صاموا رمضان إيمانا واحتسابا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر المبارك، وأن يجعلنا من الرابحين في هذا الشهر المبارك، وأن يجعلنا ممن صاموه وقاموه إيمانا واحتسابا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.